اوكي. النصبايه دي اوعى تتعمل فيك، لان دول كلهم نصابين اللي بيلعبوا بالكوره، دول نصابين. اشهر دوله دلوقتي بتشتري فيها موبايلات هي انجلترا، والحكومه مش عارفه تعمل ايه معاهم. بورو ماركت واحد من اقدم الاسواق في انجلترا كلها، ولو بصيت ورايا كده مفيش ولا بني ادم في الصوره. انا مش حاسس ان انا هعملها. القصر الاشهر في العالم لانه بيعيش فيه الملك ابن اليزابيث اللي يعتبر اخو محمد صلاح. ادونا لايك وكومنت عشان الفيديو ده دسم وطويل. نحكي لكم كل حاجه عن لندن عشان من الاخر لما تيجي لندن ما تبقاش محتاج تعمل اي حاجه غير انك تتفرج على الفيديو وتيجي تستمتع بالاجواء اللندنيه. العب. اوبا. وكالعاده سفريه جديده من مطار القاهره. اهلي ودعوني هناك، ولكن المرة دي مختلف. هل في أي فيديو على القناة شفتوه بيبدأ وأنا لابس الكوت ولابس بلوفر ومتشيك؟ لأ، عشان احنا رايحين يا لندن رايحين لندن. هنقضي هناك 3-4 أيام نشوف أجواء رأس السنة هناك، أجواء الكريسماس. بما إن يعني إنجلترا أصل الاختراعات والحاجات دي كلها، عندنا شوية حاجات نعملها هناك مخصوص. فيلا بينا نستكشف لندن مع بعض. طالعين على طيارة صغيرة، الجو ثلج. كان عندي ترانزيت في سويسرا ولكن لندن أبرد. Let's go to London. زي ما انتم شايفين الطيارة صغيرة قوي، كرسيين بس، طيارة بسيطة. هي دي الطيارة. وصلنا، نزلنا، الساعة لسه 5 والدنيا زي ما انتم شايفين كده ضلمة، الجو برد، درجة الحرارة 2 وهواء فظيع. باي. انا ما عرفتش البس تقيل لان انا جاي من مصر، فدرجة الحرارة عادي يعني، لابس بلوفر وكوت، فده اصلا حر، والطيارات دايما بتبقى حر. اول حاجة عملتها وانا لسه في المطار، نطلع الاندر شيرت ونطلع الرقبة والكوفية والجوانتي عشان نعرف نطلع من المطار. غيرنا وجاهزين للحظة البرد. يا اما هنركب تاكسي، يا اما هنركب اتوبيس، يا اما هنركب قطر. وخليني افهمكم عشان لو انت جاي لندن قريب، ان لندن اكتر مدينة ليها مطارات في العالم. لندن فيها 6 مطارات، 6 مطارات شغالين بينزل عليهم طيارات من كل حتة في العالم. يعني على سبيل المثال انا جاي من سويسرا، على الطيران السويسري نفسه، مش طيران رخيص، نازل في مطار اسمه لندن سيتي. لندن سيتي ده يبعد تقريبا عن نص البلد بالمواصلات ساعة. فمن الاخر لو انت جاي لندن لازم قبل ما تحجز طيارتك لازم تعرف المطار اللي هتنزل فيه يبعد قد ايه عن المكان اللي انت ساكن فيه، لان في مطار او في اكتر من مطار يبعد اكتر من 1.5 ساعة بالمواصلات عن وسط البلد. مش بس كده، عشان تاخد باص من المطار تروح وسط البلد في اماكن بتدفع باص 20 يورو او 22 كمان على حسب المطار عشان توصل البلد. فلو انت مثلا جاي من اوروبا في طيارات بتوديك لندن ب 5 10 20 يورو، لكن ممكن لما توصل لندن يكون مطار بعيد جدا تضطر تاخد اتوبيس ب 20 يورو. واللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنروح نشوف اسعار المواصلات من المطار ده، لان انا الصراحه حجزت اخر دقيقه او لاست مينت، ما كنتش عارف المطار ده بعيد ولا قريب. الطياره اللي طلعت قدامي حجزتها. هنخش المطار تاني اللي هو يعتبر صغير جدا، لدرجه ان ما كانش فيه غير بيلت واحد بتاع شنط، 2 بالظبط، فبينزلوا كل الشنط بتاع كل الطيارات على بعض، مفيش فرق. هنا هنشوف دلوقتي. لحظي الجميل، المطار ده طلع المترو بيعدي عليه، فانا هاخد مترو عادي بتذكرة مترو عادية ب 3 باوند او 2 باوند على حسب انا رايح فين. فمطار لندن سيتي اسمه مطار كويس انك تنزل فيه، هيوفر لك كتير. اخر مرة انا دفعت 20 باوند، فبسأل الراجل قال لي عشان ده يعني يعتبر وسط المدينة، اقرب من الباقيين كتير، والاوبر بالظبط لوسط البلد 50 باوند. فبينا على المترو. وجيت اشتري تذكرة، لقيت الست بتقول لي انك مش محتاج تشتري تذكرة، لو معاك كارت ممكن تعمل كده في المكنة، واي مكنة او اي محطة هتطلع منها اضرب الكارت تاني وبس كده. يعني كارت بنكك هو تذكرة المترو بتاعك. يلا بينا. بعد ساعة في اللخبطة في المتروهات قدرت اوصل للمحطة اللي انا رايحها عشان اقابل صاحبي اللي هقعد عنده. عايز اقول لكم ان انا شايل الشنطة ونازل بيها. لندن مدينة قديمة وعريقة، فحاجات كتير قوي فيها لسه قديمة، يعني خلاص مش عارفين يطوروا لان خلاص كل حاجة مضغوطة.
يعني اتسوحت وبهدلت في المترو. اظن اسوأ شبكة مترو في اوروبا بالنسبة لي او عامة هي بتاعت لندن، لان هم ليهم السيستم بتاعهم لوحدهم عكس كل العالم. وكده نعتبر اهلا بكم في لندن. واول حاجه لازم تعملها اول ما توصل لندن مش هو انك تصور او تعمل اي حاجه. اول حاجه لازم تعملها لما توصل لندن تحط موبايلك في جيبك. شنطتي دي ممكن تتسرق حالا. الواحد مع السفر الكتير لدول ناس طيبه، ناس بجد اللي بنقول عليهم عالم ثالث، بينسى قد ايه ان الناس دي طيبه وان الخطر الحقيقي هو في شوارع دوله زي انجلترا. اكتر دوله معروفه بسرقه الموبايلات مؤخرا في العالم كله هو لندن. بيعدي جنبك حد بعجله بسرعه، عجله كهرباء عكس اتجاهك، يشد موبايلك ويختفي. ده اللي مخليني عمال ابص حواليا، موبايلي في جيبي. مش عارف ازاي انا ممكن اقف دلوقتي هنا ابقى عايز اخد صوره كده لما ممكن حد يعدي بسرعه ياخد موبايل. خلينا نوصل البيت نفوق عشان انا اصلا تعبان، فالتركيز اقل من العادي. هسيبكم تستمتعوا بشوارع لندن واشوفكم بكره الصبح. صباح الخير. لابس لهم رمادي عشان احنا في لندن مدينة السحاب الرمادي طول السنة. ده جراي سيتي، الجو برد ولكن كويس. عندنا اجواء كريسماس، شوارع هادية. بيوتي القديمة زي ما قلت لكم امبارح بالليل قبل ما انام ان لندن معظمها قديمة. فيها نيو بورت هنروح نشوفه برضو، ولكن معظمها كانت طالع من فيلم انجليزي قديم. ف يلا بينا نكسبلور لندن. وللاسف كمان ان في الشتاء عايز اقول لكم انا صحيت الساعه 8. الساعه 8 كانت الدنيا لسه ضلمه، فانا من كتر ما كنت تعبان كنت فاكر انه لسه قدامي كتير انام، فنمت. صحيت الساعه 10 وبعد كده ببص تاني بقى في الغروب والشروق، لقيت ان الشروق الساعه 8:30 والغروب 4:05. وده اللي بيخلي ناس كتير قوي في اوروبا بالذات شمال اوروبا في الشتاء عايشين حياه كئيبه. بينزل يروح الشغل في الضلمه لان هو بينزل من بيته الساعه 7 وبيرجع من الشغل الساعه 5 6 الدنيا ضلمه. وعشان كده تلاقي معظم الناس اللي بتجيلك في الدول الحر زي دولنا في الشتاء هم الانجليز والناس اللي عايشين في شمال اوروبا. مبدئيا لحاجتين، عشان بلادنا ارخص بالنسبه لهم كتير، نفس الوقت الجو احسن. هنا لما تبقى في لندن حاجه لازم تاخد بالك منها ان دايما تبص شمال ما تبصش يمين، لان لندن وانجلترا معروفه ان عربياتها سواقه على اليمين مش على الشمال. دايما هتلاقيهم كاتبينها في كل اشاره حرفيا. هنا لوك رايت، يعني وانا بعدي من هنا هبص شمال المفروض، بس هنا في لندن المفروض ابص يميني. ف لندن لانها عارفه انها مختلفه تقريبا عن نقدر نقول 90% من دول العالم كلها، قانونها سواقه شمال مش يمين. لندن مختلفه. بصات لندن، الدورين والاجواء اللندنيه نكتشفها مع بعض. ادونا لايك وكومنت عشان الفيديو ده دسم وطويل. هنحكي لكم كل حاجه عن لندن عشان من الاخر لما تيجي لندن ما تبقاش محتاج تعمل اي حاجه غير انك تتفرج على الفيديو وتيجي تستمتع بالاجواء اللندنيه، ولو مش جاي فتبقى عشت معايا الاجواء كلها. فيلا بينا. لسه كنت بحكي لكم امبارح قد ايه شبكات المترو عامه الاندر جراوند بتاعت لندن عقيمه شويه ومختلفه عن اي حته في العالم. رمزي صاحبنا لسه كان بيحكي لي ان يوم السبت من كتر ما الدنيا زحمه وما عندهمش مكان بيقفلوا السلالم الكهرباء في كل المحطات تقريبا او معظمها ويخلوا الناس تنزل على السلالم العاديه. فاحنا مثلا كان بقالنا دقيقتين بننزل على السلم، لدرجه ان حتى في واحد كان معاق بعكاز وهو داخل المحطه الراجل بيقول له احنا اسفين السلم الكهرباء النهارده مش شغال. فحتى دول مش معمول حسابهم، ما عملوا لهمش اسانسير، ما اعرفش ازاي. ودي لندن واو. لسه هننزل تاني. تعرفوا ان الاندر جراوند بتاع لندن لو طولك اكتر من 1.90 متر انت راسك بتخبط فوق لان هو قديم فقصير قوي. بص رمزي كان هيخبط حتى انا. زي ما كنت بقول لكم امبارح لندن غير اي مترو. فهنا الخطوط بصوا باسامي، يعني في واحده سنترال، سيركل، ديستريكت، عندكم متروبوليتان، نورث، وعندكم اليزابيث. يعني
المحطات هنا مش زي اي دوله اللي هو خط اول خط تاني خط تالت. حتى باريس مثلا فيها 14 خط مترو، ولكن ال 14 خط مترو من 1 لحد 14. هنا لازم تبقى عارف الاسامي، وده بيخليك لو انت جاي سايح مش بيبقى سهل. لكن لو مثلا انت تايه وحد قال لك خد خط رقم 1 هيبقى تمام، لكن لو قال لك خد الخط بتاع اليزابيث هتبقى طب اليزابيث دي محطه ولا ده الخط؟ الصراحه غريبه. اول حاجه هنعملها هنطلع اطول برج في لندن اللي هو البرج ده. احنا على ارتفاع بالظبط 300 متر، اطول برج في لندن. عشان تطلع هنا دفعنا 38 باوند للشخص، بس من هنا بتشوف تقريبا لندن كلها. عندك هناك التاور بريدج وده لندن بريدج، ومن الناحيه الثانيه هنروح نشوف بيج بن. ولكن لو انت شخص عايز توفر شويه في سفريتك، شايفين البرج هناك الابيض ده؟ سجل عندك كويس، اسمه سكاي جاردن. من قبل ما تيجي لندن تفتح الويب سايت بتاعهم وتحجز عندهم سبوت ببلاش، ولكن بيبقى مليان بالاسابيع. كل مره باجي بنسى اعمل كده ومش بعرف اطلعه. فالنهارده كنت عايز اشوف لندن من فوق، اضطرينا ندفع 38 باوند، ولكن ده ببلاش. وبتشوف نفس الحاجه، تاور بريدج، لندن بريدج، وبتشوف منه برضو بيج بن. تنزل من البرج فوق تيجي لواحد من اشهر الماركتس اللي موجوده في لندن. ولندن عامه مشهوره بالاسواق اللي كلها كشاك صغيره تاكل منها، اسمه بورو ماركت. تخش جوه تلاقي بقى زينه الكريسماس والاجواء، وبما ان النهارده السبت فهتشوف الدنيا زحمه بالمنظر ده. بورو ماركت واحد من اقدم الاسواق في انجلترا كلها، بيبيعوا كل حاجه بقى. يعني احنا جايين نفطر دلوقتي، اي نعم الساعه 12، ولو قلت لواحد انجليزي انك رايح تفطر الساعه 12 ممكن يطردك بره البلد، لان هنا الغدا بتاعهم الساعه 12، بس مش مشكله. عشان تفهموا الزحمة بس، شايفين المحل ده الطابور عليه، الطابور ما بيخلصش. هي دي لندن في النيرز. فلو انت قادر على الزحمة وتنجوي وبتحب الاجواء دي، هو لسه الطابور ما خلصش ورايا اهو. احنا من كتر ما السوق زحمة طلعنا نشوف حاجة بره ناكلها لانه زحمة قوي. وانا بتمشى كده خلينا في لندن اقول لكم على حاجه بقالي سنه بستخدمها وحكيت لكم عليها اكتر من مره. شايفين كارت البنك ده؟ كارت البنك ده اسطوري، اسمه انسيف. هو ابلكيشن بنكي معمول للمصريين ولبنانيين وفلسطينيين لحد دلوقتي. بيسمح لك انك تفتح حساب بنك اوروبا بالدولار او باليورو او بالباوند كمان، من غير ما يبقى عندك اقامه اوروبيه. يعني من الاخر لو انت مصري بباسبورك واثبات محل اقامتك في مصر، انا فاتح الحساب فيه بستخدمه في كل حته في العالم، لان بقى عندي حساب دولاري سهل ومريح. الاحلى بقى من كده اللي اكتشفته ان اللي اخترعوا انسيف او اللي عملوا الشركه او الابلكيشن عرب، واحد من سوريا وواحد من فلسطين، والموقع الرئيسي بتاعهم هو في انجلترا. هنروح نتغدى معاهم دلوقتي ونتعرف عليهم سريعا، لان الشباب ملهمه جدا وعندهم قصه قويه. قابلنا عامر وعبد الله وهم الفاوندرز بتوع انسيف. انا عايز اسالهم الاول يعني ايه اللي جاب في بالهم فكره انسيف؟ عبد الله، عامر، سوريا، فلسطين. Why did you start it Ensafe? Why did we start Ensafe? بلشنا Ensafe بسبب انه نحن واجهتنا مشكلة كتير كبيرة بفتح حسابات البنوك بعد ما سافرت البلد تبعنا. تقريبا لمدة 10 سنين سافرت كتير بلدان، اشتغلت كتير اعمال. اكبر مشكلة واجهتني كانت انه ما كنت اقدر اخذ فلوسي احطها بحساب بنك، دائما اخذها كاش وسافر فيها. مشان هيك قررنا نبلش انسيف ونحل هاي المشكلة لنا، لعائلاتنا، للمجتمع تبعنا. كان بداية من المجتمع تبعنا كان فلسطين، مصر، سوريا، وانطلاقا لكل اشخاص العالم. تقريبا في 700 مليون شخص بالعالم بيواجهوا نفس المشكلة. ولقيت هالشاب هذا باوكسفورد
ابلكيشن عظيم وفكره عظيمه، لان هي بتحل ازمه عرب، ومش بس عرب، ناس كتير قوي في العالم، واتمنى لهم التوفيق يعني. فممكن تجربوه وهتدعوا لي. ميزه لندن ان معظم معالمها على النهر بتاع لندن، فيعني من الاخر مش هتوه. اطلع اتمشى، عشان كده التمشيه هنا هوريكم دلوقتي كميه الزحمه. الناس كلها بتتمشى على النهر، لان كل حاجه حرفيا حوالين النهر. بصوا الزحمه هناك قد ايه، والميه جافه. انا المره اللي فاتت النهر ده كان عالي قوي، المره دي جافه قوي. وبجد لندن تحسسك انك في فيلم، لان هما المباني نرجع تاني ونقول متسابه زي ما هي مثلا من 300 سنه، من 400 سنه. الطوب باين انه قديم. المبنى ده يعني انا متاكد لو جبنا صوره من 300 سنه، من 200 سنه، هنلاقي نفس المبنى في نفس المكان. يمكن الشركه اتغيرت، يمكن صاحبه اتغير، ولكن نفس المبنى موجود بالظبط. واحده من اقدم يعني المدن في العالم الحديث. هناك عندنا واحده من اكبر الكنائس اسمها سانت بول. وبنكمل دلوقتي تمشيتنا لبيج بن، وعشان بيج بن هناك نشوف الراجل بتاع يا لندن، ونشوف الترند بيقول عادي يعني. وانت ماشي على النهر تنوع غير عادي. المدينة دي بجد لو كان جواها احسن من كده كانت هتبقى تحفة. كل حاجة موجودة بتحصل في نفس الوقت. سكيت بارك، عجلة، مش عارف ايه. نكمل الى بيج بن. بعد تقريبا ماشي 40 دقيقة. المشي هنا كتير، عشان كده لازم تجيب جزمة كويسة وانت جاي واعمل حسابك. وصلنا عند لندن اي، اشهر معالم انجلترا، والكوبري، وبيج بن الشهيرة. وخليني اقول لكم سعر لندن اي ب 40 باوند، والفيو من فوق زي البرج اللي احنا طلعناه. فانت ممكن تختار واحدة منهم، عشان لو عملت الاتنين هتدفع دبل، وفي الاخر نفس الفيو. لازم تحجز اونلاين قبل ما تيجي، لان معظم الوقت التيكتس بتبقى سولد اوت. المنطقه اللي احنا فيها دي زحمه قوي، فهنا السرقه كمان عاليه قوي. خلي بالك جدا 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 جدا. وصلنا بيج بن. ولو انت هنا، النصابيه دي اوعى تتعمل فيك، لان دول كلهم نصابين. اللي بيلعبوا بالكوره دول نصابين، كلهم شغالين معاه وكلهم عاملين نفسهم بيكسبوا. It's touristic place. No picture me, picture it. Okay. No picture. It's here. Hey. Pineapple. بص، اللي كان بيلعب دلوقتي اتعصب عليا ليه؟ عشان هو معاه. من الاخر دي اشهر نصابيه في العالم، وبيعملوا فلوس كتير قوي. في واحد لسه دلوقتي خسران 200 يورو قدام بيج بن، والشرطه سايباهم. نفسي اعرف موجوده في كل دول اوروبا ومحدش بيمنعهم. وفي وسط ما نتمشى لسه النصابين اللي كانوا قدامنا دول، اشهر حاجه هي سرقه التليفون. يعني دلوقتي وانا واقف على الناصيه انا معرض بنسبه كبيره جدا ان موبايلي يتشد ثواني. ولكن عايز اوريكم المسج اللي لسه جايه من صاحبي انجليزي عايش في لندن. Be careful of your phone on the streets brother. اشهر دوله دلوقتي بتسرق فيها موبايلات هي انجلترا، والحكومه مش عارفه تعمل ايه معاهم. لو دخلتوا على النت هتشوفوا كميه فيديوهات على الموضوع ده مرعبه. العجل بتاع الدليفري بيسرق الموبايل، لان العجل ده بقى فيه بطاريات كهرباء بيطلعوا يجروا. طبعا كلنا لما بنيجي لندن بنبقى عايزين ناخد الصوره المشهوره مع بيج بن، عشان من الاخر يبقى اسمك جيت لندن. دلوقتي بقى عندنا حاجتين، هي لندن. وللاسف لما كنا على الكوبري اكتشفنا ان الراجل اللي بيشغل اغاني وبيجيب البتاع اللي بتقعد تلف ما بيجيش على الكوبري غير من الساعه 6 للساعه 9، فهنرجع له تاني. ولكن الصوره المشهوره، خليني اوريكم الطابور اللي واقف عليها عشان الناس تتصور قد ايه. بصوا ده طابور كامل عشان الناس تيجي تقف تتصور مع بتاع التليفون القديم. شوفوا الطابور قد ايه. عايزين الحل؟ خليني اوريه لكم. بص، هتسيب الطابور ده وتيجي هنا عادي، تمام، تتمشى. دي بيج بن، لسه في زحمه والناس مش هتعرف تتصور منها. تيجي تقف تتصور هنا الناس كلها تبقى طالعه وراك. تعمل ايه؟ ركزوا معايا. هتعدي الشارع كده، اول ما الاشاره تقفل وتيجي تقف هنا او هنا.
ناس كتير ما تعرفش القانون ده، ولكن ده قانون مشاة وقانون مرور 100% صح. لما يبقى عندك خطين كده ما بين شارعين، ده معناه ان ده رصيف، فاللي ورايا ده رصيف في نص الشارع، يعني ممكن تبقى العربيات معديه، ممكن تيجي تقف هنا تصور وبراحتك، ولو بصيت ورايا كده مفيش ولا بني ادم في الصوره. من الاخر ده عشان تاخد صوره مع بيج بن من غير بشر حواليك، تعالى هنا في النص كده اقف، شايف الرصيف ده كله فاضي، انا من حقي اتمشى هنا، يعني البوليس واقف ما بيكلمنيش، ما ينفعش اطلع بره دي، لكن انا هنا ده كانه رصيف، وهوبا على بيج بن. ومن بيج بن هناك لازم تيجي تتمشى في واحدة من أشهر الباركس في لندن، بارك سانت جيمس. لندن واحدة من أكتر المدن الخضراء اللي موجودة في العالم كله، فيها 3000 حديقة. عارفين يعني إيه في مدينة واحدة 3000 حديقة؟ منهم 8 رويال، يعني 8 كبار قوي زي اللي احنا فيها دي، اسمها سانت جيمس، واللي آخرها موجود قصر الملك اللي هو باكنغهام بالاس. هنروح نشوف القصر ونتمشى في البارك والليك. هتلاقوا فيها عرب كتير قوي، كل دول عرب لانها جميله جدا ونظيفه. طبعا احنا في الشتاء، الجو مفيش شجر خالص، مفيش خضار، خريف بعد الخريف تحفه. فعلا بدون مبالغه واحده من احلى الباركس في العالم كله. لما تشوف سنجاب وبطه ووزه ونورس وحيوانات غريبه وحمام قاعدين بيتمشوا وبيلعبوا مع بعض وبياكلوا من الناس، مش في غابه ولا في حديقه حيوان، في الشارع عادي. حتى الحمام بيجي ياكل من ايدك. هو ايه العبط ده؟ متسالمين قوي. اتفضل، مفيش حاجه. وصلنا باكنغهام بالاس، القصر الأشهر في العالم لأنه بيعيش فيه الملك للأسف الأشهر في عالمنا الحالي، نقدر نقول ابن إليزابيث اللي يعتبر أخو محمد صلاح. واحدة من أكتر الحاجات اللي بتدهشني قد إيه السياح يعني ممكن يكونوا متجمعين هنا بالملايين عشان يتفرجوا على مبنى شكله قديم وملوش أي لازمة دلوقتي. يعني حتى الملك ما بيحكمش وماليش اي سيطرة ولا دور عن ان هم مثلا يروحوا بلد تانية فيها كالتشر، فيها هيستوري، فيها حاجة فعلا يتعلموها، بدل ما يجوا يقفوا على سور زي ده. مؤخرا مع سفر الكتير للدول الغريبة بقيت بحس بالاحساس ده كتير قوي لما بروح دول سياحية يعني زي لندن. لو انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ليه الناس كتير قوي في حتة ما فيهاش اي فايدة؟ بس برجع اقول هو ده الدنيا للأسف. هنا عندنا القصر، خلينا نشوف شوية تفاصيل فيه. الساعة دلوقتي 4:15، الأنوار بدأت تنور، يعني الدنيا بالليل بدأ 4:15، وأجواء النييرز تبدأ بقى، والاحتفالات والإضاءات وكمية زحمة وسياح من كل حتة في العالم. Had a very shiny nose and a all of the other Thank you very, very much. I wish you a happy Christmas. Have a great day. Stay blessed. Goodbye.
يا جماعه لا ما توقعتش ان لندن هتبقى بالاجواء والجمال ده في الكريسماس الصراحه. لما الدنيا بدات تضلم اللي هو الساعه 3:30 4 الفايبس مختلفه تماما. بصوا واخيرا اضطرينا نرجع تاني يوم عشان نقابل الشخص اللي عامل الرولر اللي بيشتغل عليه يا لندن. اول ما بدا كان بيبيعها غالي جدا لان كان ترند. دلوقتي الطابور شويه فاضي فب 10 باوند، هو على حسب الزحمه بيبيعها. في ناس قالت انه كان الشخص بس بيعمل فيديو ب 20 و30 وفي وصل ساعات 40 باوند. دلوقتي مفيش ناس يعتبر فاضيه، فهنشوف دلوقتي هنعملها ولا لا. انا قلت اصورها لكم بس على الاقل لان مش صراحه مش حاسس ان انا هعملها. احنا عملنا الفيديو وعايز اوريكم بعد ما عملنا الفيديو بقت زحمه قد ايه. الزحمه بقت فل. وانا ورمزي عملناها مع بعض. ممكن تلاقوها على الانستجرام عشان الكوبي رايتس ما ينفعش نحط الاغنيه على اليوتيوب، ولكن الراجل بيتشارج 10 باوند على الشخص مش على الراوند، واللي هو مش منطقي لانه كده انت بتاخد نفس الوقت سواء شخص او 2 أو 3. فتخيلوا في ناس ساعات بتطلع 3 بيعمل 30 باوند في نص دقيقه حرفيا. خلاص هو شغال 3 ساعات في الدقيقه بيعمل تقريبا افريج 10 باوند في الدقيقه 3 ساعات. احسبوها انتوا. بالليل اجواء تانية مختلفة تماما، الناس كلها طلعت، الناس كلها نزلت، بالذات النهارده السبت اخترت لكم يوم السبت بالذات عشان نصور فيه بالليل. ولو عايز تستمتع باجواء لندن بالليل فعندك منطقة الاشهر اسمها سوهو دي يعني زي ما انتوا شايفين الناس في كل مكان. هو كده قلت شوية. والحاجة التانية هو اوكسفورد ستريت، اشهر شارع في لندن واللي فيه كل البراندات وفي نفس الوقت كل بقى الزينة والاحتفالات والحاجات دي. خلينا نتمشى لهناك ونشوف. وبعد يوم مليء بالمتعة والحاجات المختلفة الكتيرة اقدر اقول ان لندن بجد واحدة من احلى المدن اللي بحب ازورها لان هي متنوعة مختلفة فيها حاجات كتير. لندن رهيبة، وفي النيو ييرز وفي راس السنة والجو البرد بجد عجبتني واتبسطت قوي. اتمنى الفيديو يكون فاتكم واستمتعتم بيه. شوفوا الفيديو الجاي الجمعة الجاية فيديوهات مهمة هتبدأ من سلسلة جديدة من دولة عربية. فقبل ما تقفل الفيديو ده ما تنساش تعملها سبسكرايب ولايك وكومنت على الفيديو. سلام.